السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة يا جماعة وصفة سهلة خالص وفي كل البيوت طبعا ومتوفرة وموجودة عندنا، بس يعني اللي مش بيحبها بقى هو حر، بس أكلة لذيذة وجميلة طبعا. عندنا بتنجان منه هشويه، هشطف البتنجانة كويس واعمل فيها فتحات واحطها على نار عالية خالص تشوي على البوتاجاز من فوق، واجيب عندي طاسة تانية كبيرة أو صينية أو أي حاجة. بغسل البتنجان بتاعي برضو أقطعه نصين كده، واحط معلقتين 3 زيت بالكتير، مش زيت كتير قوي يا جماعة ولا حاجة، زيت قليل. احط فيه كده لما يبدأ عندي يبوخ اغطي بغطا، تمام، وهدي النار عليه جدا، تمام. يبدأ ياخد لونه، اقلبه من ناحيه للناحيه، ما تكونش النار عاليه يا جماعه، بتكون النار بتاعتي هاديه، تمام. اقلب وارجع اغطي تاني. ما تخافوش خالص من الكميه بتاعتي هي كتيره صحيح، بس عندي ايه، بحطها عندي في علبه كده، افضل حافظاها في التلاجة براحتي. عندي الدقه بتاعتي بقى عندي شطه حمراء، شطه من الخضره دي، وفلفل رومي برضو، وتوم وليمون وملح، ولسه هقولك احط عليه ايه. بضربهم كلهم في الكبه كده مع بعض، تمام. فلفل احمر، فلفل اخضر، شطه برضو، معايا توم، الليمون، دول ضربتهم بس مع بعض. هقولك لسه هعمل ايه تاني برضو. في التوقيت ده عندي برضو البتنجان بيتشوى، والبتنجان التاني على ايه، على النار في الناحيه التانية. عندي هنا ايه 3 معالق كده من الخل، مبدأ عندي رشه كده صغيره خالص من الكمون والكزبره، رشه بسيطه خالص. طبعا انا مش هحط شطه لان انا اصلا يعني هنحط شطه صغيره خالص، شويه صغيره خالص، ربع معلقه شطه او اقل كمان. ممكن تستغني خالص عن الخطوه بتاعت الشطه دي، لان انا حاطه فيها شطه حمراء وشطه من الخضراء. هبدا عندي الليمون اعصره بالبذر اهو، معلش بقى سامحوني على المنظر لان ما كنتش عندي عصاره الليمون في التوقيت ده. انا اشيل بس البذر بتاعه عشان احنا بناكل الدقه دي، بناكلها يعني احلى حاجه في البتنجان الدقه دي اساسا، تمام. شيل البذر بتاعي بقى خالص اهو، نصفي الليمون كويس خالص من البذر، تمام. اقلب عندي بقى الخلطه بتاعتي دي، خلطه جميله جميله جميله، الخلطه اللي تنفع معايا برضو لحشوه السمك، تمام. طيب في عندي بقى البتنجان بتاعي خلاص استوى ما شاء الله، ما تخافوش منه، بقولك سيبيه على النار هاديه جدا. شفت النار بتاعت ترديد الرز كده. اول ما زيت بحط البتنجان عندي يكون سخن، بغطي عليه وبخليه زي نار الرز بالظبط، نار هاديه خالص. استوى عندي خالص براحته على نار هاديه خالص، ما بشربش معايا اي زيت خالص. ابدا عندي بقى انزل عليه بالدقه بتاعتي الجميله دي، تمام. ما احطش يا جماعه الدقه على البتنجان لما يكون البتنجان استوى جدا، استوى خالص كده ميه خالص في السوا بتاعه، تمام. احط بقى الدقه بتاعتي. طيب يكون عندك علبه بلاستيك كده بقى، تحطيه في التلاجة بعد ما تاكلي براحتك، تحطيه في التلاجة فيها وتغطيه كويس عشان ما يخليش كل الاكل اللي في التلاجة عندي يكرف او ياخد ريحه منه، تمام. واطلع منه كده على قد ما انا محتاجه، يفضل معاكي اسبوع 10 ايام في التلاجة، مش هيجرى له اي حاجه. عندي برضو البتنجان على النار بقى، بتكوني حاطه البتنجان ده على النار عاليه الشوى كده، بعد ما اتاكدت ان هي اشوت من كل ناحيه، حطيها في حاجه وغطي عليها شويه صغيرين. مجرد ما تعرق كده القشر بتاعها ايه، هيسيب لوحده خالص عشان ما نهدرهاش، تمام اهو. طلعنا القشر بتاعنا قشرناه اهو، مرضتش اقطع لكم المشهد ده، قلت اصور معاكم الفيديو كل حاجه قدامكم، عشان بالنسبه للبنات الصغيرين او الجماعه المغتربين الشباب، وفي نفس التوقيت اي حد يبقى واخد الطريقه كامله متكامله، وشوتيها على البوتاجاز عندي ولا هتنشف ولا هيجرى لها اي حاجه، تفضل طريه وجميله. طيب ممكن اعملها بقى على فكره في الكبه، تمام، ومعاها معلقتين من الطحينه وشويه كمون فلفل اسمر ملح، يبقى عندي كده ايه سلطه بابا غنوج جميله. وفي نفس التوقيت ممكن اعملها عندي زمان، هعملها معاكي الوقت كده، نفس الدقه اللي كنت عاملاها للبتنجان من شويه، الشطه والفلفل والثوم والملح والخل والليمون، قشرتها كويس عندي، هرسها بشوكه بقى واحط عليها من الخلطه اللي كنت انا لسه عاملاها دلوقتي، تمام. تبقى يا جماعه طعمها جميل جميل جميل، وريحه الشوي تبقى جميله بصراحه، وخفيفه مفيش فيها اي زيت خالص اهو، جميلة. لو في عندك مثلا مع كفتة فراخ مشوية بنعمل دي معاها، بنعملها مقبلات كده، أو ناكلها عادي خالص مع أي أكل. ممكن خاصة عندي حتة جبنة كمان وخلاص، نتغدى على كده، وغدوة جميلة وأكل جميل. مع ألف سلامة، وأشوفكم في وصفات تانية جديدة بإذن الله، مع السلامة.